في عالم يعج بالتطورات التكنولوجية والمتطلبات اليومية المكثفة، نجد أنفسنا غالباً ما نضع اللياقة البدنية والنشاط الجسدي على طرف الأمور. تقوم التزاماتنا اليومية بسرقة أوقاتنا وتركز اهتمامنا على الشاشات ومشاغل الحياة. لكن دعونا نتوقف لحظة ونسأل أنفسنا: هل نفقد شيئاً أساسياً في طريقنا نحو النجاح والسعادة؟ إن التربية البدنية، هذه الركيزة الأساسية في بنية الإنسان، هي المفتاح الذي يفتح لنا أبواباً لا نهاية لها من الفوائد والإنجازات. إنها أكثر من مجرد تمارين تمتد على الأرض، بل هي رحلة استكشافية نحو الصحة والقوة والتوازن، وفي الوقت نفسه هي أسلوب حياة نشط ينعكس إيجابياً على جوانبنا الجسدية والعقلية والروحية. عندما نمارس النشاط البدني نفتح الباب أمام أفق لامتلاك طاقة أكبر ومرونة أفضل، وهذا ليس فقط يؤثر على أدائنا الرياضي، بل يمتد ليشمل يومياتنا وآفاق نجاحنا. إنه يعزز من نسبة الأكسجين في دمائنا، ما ينعكس بشكل إيجابي على تركيزنا وقدرتنا على التفكير الواعي واتخاذ القرارات الصحيحة. وماذا عن الروح؟ بالتأكيد النشاط البدني له تأثير سحري على النفس. إنه يقوي الثقة بالنفس ويخفف من توترات الحياة. فعندما نتحدى أنفسنا ونتغلب على الصعاب التي تقف أمامنا في التمارين، نجد أنفسنا ننمو أكثر من ذي قبل، وهذا التحسن ينعكس على تفكيرنا وتصرفاتنا. لذا دعونا نتذكر دائما أن الحياة ليست مجرد مهام ومسؤوليات، بل هي تجربة مليئة بالفرص. دعونا نستفيد من هذه الفرص لنبني أنفسنا بجسد وعقل وروح قوية. فلنكن من يستفيد من عالم التربية البدنية، ولنمنح أنفسنا الفرصة لتحقيق أقصى إمكاناتنا والارتقاء بحياتنا نحو آفاق لا تعرف الحدود. أكاديمية براعم جزائر الخير لكرة القدم، سيدي محمد بن علي كنموذج، سنغوص في أعماق الظهرة بالضبط. بلدية سيدي محمد بن علي مع المدرب محمد قشرة. الفيديو القادم إن شاء الله عن جمعية خيرية تحمل اسم منارة تعليم القرآن، وجمعية جزائر الخير في منطقة سيدي محمد بن علي في الجزائر. هذا مثال رائع على جهود تعليم ونشر القرآن الكريم والعمل الخيري في المجتمع.